بيبدأ الفيلم في مدينة في كوريا الجنوبية، وبتيجي عربية تدخل المدينة، بس قبل ما تدخل المدينة بيتم تطهيرها وتعقيمها. وبيسأل سواق العربية عن سبب الإجراءات دي، فيقول له الناس اللي عقموا العربية إن في تسريب في مصنع قريب من المدينة. وبيكمل السواق طريقه وبيرن تليفونه وبيحاول يوصل له، فبينشغل عن الطريق فبيخبط غزالة وينزل يطمن على عربيته، وبتكون الغزالة غرقانة في دمها وفرقت الحياة. ويرجع تاني عربيته وبيتحرك، وبعد ما بيتحرك بترجع الغزالة تاني للحياة وبتقوم من مكانها، وبيكون شكل عينيها غريب. وبنروح بعد كده لسيوك، وبيكون مشغول جدا في شغله اللي ليه علاقه بالاسهم والبورصه، وبيطلب من المساعد بتاعه انه يشتري هديه لبنته سوانا علشان عيد ميلادها. وبعد ما بيخلص شغله بيكلم زوجته، وبنعرف انهم في طريقهم للانفصال، وانها قاعده دلوقتي في مدينه بوسان. وزوجته بتقول له ان سوان بنتهم عايزه تقضي يوم ميلادها معاها في مدينه بوسان، بس هو بيقول لها ان هو عنده شغل ومش فاضي يوصلها للمدينه. بس زوجته بتقول له ان سوان عايزه ده جدا، لدرجه انها قالت ان لو مفيش حد فاضي يوصلها هتركب القطر وتروح لبوسان لوحدها. وبيوصل البيت وبيسال والدته عن سوان، فبتقول له انها خلصت العشاء ودخلت اوضتها علشان تلعب شويه وبعدين تنام. هو بيدخل علشان يديها هديه عيد ميلادها، وبتكون مستخبيه تحت البطانيه وبتكلم والدتها في التليفون. واول ما بينور النور بتقفل الخط وبتطلع من تحت الغطا، وبيقول لها انه مضغوط جدا في الشغل ومش هيقدر يوصلها لبوسان، وصعب انها تسافر لوحدها، فبيبان عليها الحزن. وبيطلع لها هديه عيد ميلادها، بس بيكون جاب لها نفس الهديه في يوم الطفل، وبيسالها عايزه ايه عشان تكون مبسوطه في عيد ميلادها، فتقول له انها عايزه تروح لوالدتها في مدينه بوسان. وبيروح بعد كده يقعد مع والدته، فتقول له والدته ان سوان حزينه جدا علشان لوحدها، وبتنصحه انه يتكلم مع زوجته ويلغوا موضوع الطلاق علشان سوان محتاجاهم في حياتها. وبتقول له ان النهارده سوان كانت زعلانه جدا عشان ما جتش الحفله اللي غنت فيها. وبعد ما تمشي والدته بيمسك كاميرا وبيتفرج على سوان وهي بتغني، وفعلا بتكون مكشره وزعلانه جدا. وفي الفجر بياخد سوان في عربيته عشان يوصلها لمحطه القطر علشان يسافروا مع بعض لبوسان ويوصلها لوالدتها. وبتعدي من قدامه عربيات مطافي واسعاف وشرطه كتير، وفي القطر بيكون في فريق بيسبول، وبيكون معاهم قائده التشجيع بتاعه الفريق، وبيكون في اتنين ستات اخوات قاعدين بيتكلموا مع بعض. وبيوصل سيوك وسوان للقطر وبيقعدوا في مكانهم، وبتيجي بنت بتركب بسرعه من غير ما الموظف المسؤول ما ياخد باله، وبيخلي مضيف القطر يقفل الابواب علشان يتحركوا. واول ما القطر بدا يتحرك، سوان بتاخد بالها ان في شخص هجم على الموظف اللي كان واقف على الرصيف، وبيكون سيوك نايم من التعب. وبيظهر على رجل البنت اللي ركبت القطر بسرعه اثر عض، وبتربط رجلها ببنديل. وبتسمع سوان راجل بيكلم المضيف بتاع القطر ويقول له ان في شخص شكله غريب دخل الحمام بقاله فتره طويله ولسه ما خرجش. وبيروح الراجل ده والمضيف وسوان، وبيخبط المضيف على الباب والراجل ما بيردش، وبيفتح الباب وبيكون الراجل ده شخص مشرد، ويفضل يقول لهم ان كلهم هيموتوا. وبتتحرك البنت اللي اتعضت في رجلها في القطر وجسمها بيتشنج، وبتقع على الارض بين عربيات القطر. وبتروح سوان للحمام، بس بيكون في راجل واقف قدام الحمام ويقول لها ان زوجته الحامل في الحمام جوه وهتاخد وقت شويه، وبيطلب منها ان هي تروح حمام تاني. وبتكتشف المضيفه البنت اللي واقعه بين عربيات القطر، وبيكون جسمها بيتشنج، ويتبلغ ان في حاله طارئه في القطر. وبيصحى سيوك على تليفون من مساعده ويقوم علشان يدور على سوان في القطر. وبيكون التلفزيون اللي شغال في القطر بيعرض اخبار عن اعمال شغب واحتجاجات. وبتدخل سوان واحد من حمامات القطر، وبتكون المضيفه بتستعجل زميلها في الوقت اللي البنت اللي اتعضت بتقوم من مكانها، وبيكون شكل عينيها بقى غريب وبتتحول لزومبي، وبتهجم عليها وتعضها من رقبتها. وبيكون ركاب القطر كلهم مذهولين، وبتهجم على حد من فريق البيسبول، وبتتحول المضيفه كمان لزومبي وبتعض واحد من نفس الفريق. وبيحاول المضيف بتاع القطر انه يخلي العربيات اللي فيها الناس اللي اتحولت لزومبي. وبيكون سيوك بيدور على سوان، وبتسمع اصوات الناس بتصرخ فتخرج علشان تعرف في ايه. وبيشوف سيوك الناس وهي بتتحول لزومبي، وبتيجي المضيفه تهاجم وتعض زميلها المضيف. وبيشوف سيوك وهو بيتحول فيجري من قدامه، وهو بيجري بيشوف سوان فبيشيلها ويجري بيها، وبيجري ورا سوان وسيوك عدد كبير من الركاب بعد ما تحولوا لزومبي. وبتخرج الزوجه الحامل الاخيره من الحمام، وبيشوفوا حد من الزومبي وهو بيعض بنت، فبيحاول الراجل ان هو يساعد البنت فيهجم عليه الزومبي، فبيجري سوان وسيوك من جنبه من غير ما الزومبي يشوفهم. ويقدر الراجل ده اللي اسمه يون سانج انه يحبس الزومبي في الحمام، وبيقول لزوجته اللي اسمها سونج كيونج انها تجري. وبيوصل سيوك وسوان لعربيه قطر متجمع فيها الناس السليمه. ولما بيوصل سيوك راجل بيقول له يقفل الباب قبل ما الزومبي يوصلوا، فبيقفل سيوك الباب. وبيكون يون سانج وزوجته جايين بيجروا على عربيه القطر، وبيشوفهم سيوك وقفل الباب علشان بيفتكر ان هم اتعضوا وهيتحولوا لزومبي. وبيلف يون سانج ويبدا يضرب في الزومبي اللي بيحاولوا يهجموا عليه هو ومراته. ويقدر يون سانج ان هو يفتح باب عربيه القطر ويدخل هو وزوجته مع باقي الركاب السلام. وسيوك بياخد باله ان الزومبي مش بيعرفوا يفتحوا الابواب، بيخلي يون سانج يسيب الباب، وبيقول سيوك ان الزومبي بيهاجمونا علشان شايفيننا، فتبلي سونج كيونج ورق الجورنان وتغطي بيها ازاز الباب. وفعلا بيهدى الزومبي وبيبطلوا خبط على الباب وبيوطى صوتهم. وبيشد سيوك ويون مع بعض علشان سيوك قفل الباب في وشه هو وزوجته، بس الزوجه بتهدي زوجها وبتقول له ان كل الناس خايفين. وقائد القطر بيبلغ الناس في الميكروفونات ان القطر مش هيقف في المحطه اللي جايه، ويطلب منهم يقعدوا في اماكنهم. وبتيجي لسيوك مكالمه من والدته وبتطمن عليهم وبتوصيه على سوان، وبيكون صوتها متغير قبل ما تتحول لزومبي وبتقفل الخط. وبيوصل القطر المحطه بس ما بيقفش زي ما السواق قال، وبيكون في ناس كتير على الرصيف بيحاولوا يوقفوا القطر، بس للاسف بيكون الزومبي في كل مكان على الرصيف وبيهجموا
يهجموا على الناس ويعضوهم. وبيخرج الوضع عن السيطره في البلد كلها، وبتعلن الحكومه حاله الطوارئ في جميع المدن. وبتيجي رساله صوتيه من سواق القطر ويقول لهم فيها ان القطر هيقف في محطه دايجون ومش هيكمل باقي رحلته. بيقول لهم ان الجيش موجود هناك وهو اللي هيحمي ركاب القطر من اي خطر، وبيطلب من الركاب سرعه النزول لما يوصل القطر للمحطه. وبيتصل سيوك بنقيب في الجيش اسمه من، وبيساله عن الاوضاع في محطه دايجون اللي هينزلوا فيها. فبيقول انهم لما يوصلوا هيدخلوا الحجر او العزل الصحي. فبيطلب سيوك مساعدته مقابل ان هو هيستثمر له فلوس على اسهم كسبانه. فيقول للنقيب من انهم لما ينزلوا من القطر يروحوا على الساحه الشرقيه وما يروحوش للساحه الرئيسيه، ومن هيعرف العساكر وياخدوا سيوك وسوان بنته من هناك. وبياخد سيوك باله بعد ما خلص المكالمه ان الراجل المتشرد قاعد على كرسي وبيقول ان الكل هيموت. وبيوصل القطر لمحطه دايجون، وبتكون المحطه هاديه وفاضيه جدا. وبيبدا ينزل الناس من القطر ويبداوا يطلعوا من المحطه، وبيتحرك سيوك وسوان بعيد عن الناس علشان يروح للساحه الشرقيه زي ما من قال لهم. وبيكون الراجل المتشرد سمع مكالمه سيوك والنقيب من، ويقول له الراجل المتشرد انه هيروح معاهم للساحه الشرقيه. وبيلاقي الراجل المتشرد عسكري جاي من بعيد، فيجري علشان يخرجه من المحطه. في الوقت ده بيكون ركاب القطر بيوصلوا للساحه الرئيسيه، وبيلاقوا كل الجنود والعساكر اتحولوا لزومبي. فيبداوا يرجعوا تاني عشان يهربوا منهم. وبيكون الزومبي بيعضوا في الناس، وبيحاول ركاب القطر انهم يرجعوا تاني. في الوقت ده بتيجي مكالمه لسيوك من النقيب من، وبياخد سيوك باله وهو بيكلمه ان الجندي اللي جاي عليهم معضود وشكله هيتحول لزومبي. وبيهجم على الجندي جنود وعساكر كتير اتحولوا لزومبي. فيبدا سيوك في الجري عشان يرجع لسوان مره تانيه. وبيشوف ورا سوان زومبي بيقرب منها عشان يعضها. فبيجي يون سانج في اخر لحظه ويضرب الزومبي، وتاخد زوجته سوان وتجري معاها. ويفضل هو عشان يضرب الزومبي ويعطله. وبيهجم زومبي على سيوك ويوقعه على الارض، بس سيوك بيحط كتاب في بقه عشان ما يعضهوش. وبيجي الراجل المتشرد ويغطي وش الزومبي اللي هاجم سيوك. وبيقدر الراجل المتشرد انه يوصل للباب، وكمان سيوك بيوصل بعده، وبيكون اخر واحد من الركاب يوصل. وبعدها بيقفل يون سانج وسيوك وفريق البيسبول الباب في وش الزومبي. وبيفضل الزومبي في زق الباب علشان يدخلوا الناحيه الثانيه. وبيوصل عدد كبير من الركاب للقطر، وبيكون واحد من الركاب عايز القطر يتحرك، بس المضيف بيقول له ان لسه في ناس كتيره ما وصلتش. وبتكون سوان وزوجة يو سانج بيجروا في اتجاه القطر في الوقت اللي الزومبي بينط من فوق المحطه على القطر. وتقدر سوان وزوجة يو سانج في انقاذ واحده من الستات الاتنين الاخوات الكبار، بس بيكون في زومبي بيجري وراهم. وبيقدر المضيف وقائده فريق التشجيع انهم ينقذوا اختها الثانيه ويدخلوها عربيه من عربيات القطر. وبتدخل سوان وزوجة يون والست الكبيره عربيه ثانيه، وبيدخل معاهم الراجل المتشرد في اخر لحظه. وفي العربيه الثانيه بيكون المضيف عايز يستنى باقي الناس، بس الراجل بيتخانق معاه ويقول له ان اي تاخير هيخلي جميع الركاب اللي في القطر في خطر. فبيكلم المضيف الكابتن علشان يتحرك. وبيكون سيوك ويون وفريق البيسبول بيحاولوا يقفلوا الباب علشان ما يوصلهمش الزومبي، بس الازاز بتاع الباب بيبدا يتكسر من كتر الضغط، فبيجروا كلهم. وفعلا بيكسر الازاز كله، وبيجري وراهم جيش كبير من الزومبي. وبيشوف القطر وهو بدا يتحرك، وبيهجم الزومبي على 2 من لعيبه البيسبول، ويتبقى واحد منه بينقذه سيوك. وبيجري سيوك ويون ولاعب البيسبول اللي اسمه يونج جنب القطر عشان يحاولوا يدخلوا اي عربيه. وبيقدر يدخل لاعب البيسبول وسيوك اقرب عربيه ليهم. وسيوك بيمد ايده علشان ينقذ يون اللي بيلاقي درع وعصايه من عصيان الشرطه، فياخدهم علشان يدافع بيهم عن نفسه. وبيضرب يون الزومبي بالعصايه وبيكمل جري. وبيفضل سيوك مادد ايده ويقدر انه ينقذ يون ويدخل القطر اخيرا. وبيكلم قائد القطر وحده المراقبه ويقول لهم ان الوباء انتشر في دايجون وما عرفوش ينزلوا هناك. ويسالهم هل الطريق لمدينه بوسان فيه مشكله ولا لا، ويرد عليه انهم هيفضوا الطريق لمدينه بوسان وهيتواصلوا مع المسؤولين هناك. وبيلاحظ الراجل المتشرد وجود زومبي كتير في العربيه اللي جنبهم، وبيكون الازاز اللي على الباب الفاصل بينهم مكسور. فبتتحرك زوجة يون وسوان والست الكبيره والمتشرد للحمام علشان يستخبوا جواه، بس بيشوفهم زومبي ويهجم عليهم هو وباقي الزومبي، وبيكون مش عارفين يقفلوا الباب. وبيقول سواق القطر في رساله صوتيه انهم مش هيقفوا في اي محطه لغايه لما يوصلوا لمدينه بوسان. وبيتصل يون بزوجته وتقول له وهي بتصرخ انهم محبوسين في حمام عربيه رقم 13، والزومبي بيكون بيهاجمهم. وبيكون يونج لاعب البيسبول كلم قائده فريق التشجيع وعرف منها ان الناس متجمعين في عربيه رقم 15، وبيقول لسيوك ويون المعلومه دي. وبيكون سيوك ويون ويونج في عربيه رقم 9، ويقرروا انهم يتحركوا العربيه رقم 13 علشان ينقذوا سوان وسونج زوجة يون. وبيدخل القطر في نفق، وبيلف يون على ايده ودراعه ورق كرتون ويلزقه علشان يحميه من العض. ويمسك سيوك درع من دروع الشرطه وياخد عصايه من يون، ويكون يونج ماسك عصايه البيسبول بتاعته في ايده. ويستنوا لغايه لما القطر يطلع من النفق. ولما بيخرج القطر من النفق بيتحركوا، وبيكون يون في الاول ويهجم على الزومبي اللي قدامي، وبيشترك مع سيوك ويونج ويفضلوا يضربوا في كل الزومبي اللي بيجوا في وشهم. ويفضلوا يضربوا في الزومبي بس بيكونوا مش بيخلصوا. وبيوصل سيوك للعربيه اللي بعدها، ويدخل هو ويون ويونج للعربيه وبيقفلوا الباب وراهم. وبتكون العربيه دي فاضيه، فبيدخلوا اللي بعدها ويقابلهم فريق البيسبول بعد ما تحول لزومبي. وبيهجم يون وسيوك على فريق البيسبول، وبيكون يونج متردد ان هو يضرب فريقه واصحابه. وبيفضل سيوك ويون يتخانقوا مع الزومبي، وبيكون عددهم كبير. وبيكون سيوك ويون خلاص مش قادرين عليهم، بس بيدخل القطر النفق. واول ما يدخل القطر النفق والدنيا بتضلم، بيفقد الزومبي القدره على الرؤيه، وبيتحركوا لما بيسمعوا صوت. فبيخبط سيوك بعصايه البيسبول بعيد عنهم، فبيتحركوا ناحيه الصوت.
وبيتحرك سيوك ويون ويونج للعربيه اللي بعدها. بس القطر بيطلع من النفق وبيدخل سيوك ويونج للجزء الفاصل بين العربيتين في اخر لحظه قبل ما يوصل ليهم الزومبي. وبيستنتجوا ان الزومبي في الضلمه بيكونوا بيتحركوا على الصوت مش على الرؤيه. ولما بيدخل القطر النفق اللي بعده بياخد سيوك موبايل يون وبيحدف موبايل يون بعيد وبيتصل من موبايله على موبايل يون. واول ما الجرس بيرن بيجري الزومبي ناحيه الصوت ويروحوا ناحيه الموبايل فيتحركوا هم الناحيه الثانيه ويوصلوا للحمام اللي فيه سوان وزوجة يون والراجل المتشرد والست الكبيره. وبيطلع القطر من النفق فيدخل يون وسيوك ويونج الحمام اللي قصادهم قبل ما الزومبي يشوفهم. ويفتح سيوك الجي بي اس ويقول ان النفق اللي جاي هيديهم وقت حوالي دقيقتين علشان يتحركوا للعربيه اللي بعدها. وبيبعت يونج رساله لصاحبته قائده فريق التشجيع ويقول لها انهم انقذوا مجموعه من الناس وجايين على العربيه رقم 15 اللي متجمع فيها الناس. فتقول للناس اللي معاها في العربيه بس بيكون في راجل اناني ويقول له ان هم مش متاكدين انهم اتصابوا ولا لا وبيكون رافض يدخلهم ويخلي الركاب والمضيف اللي في العربيه يبقوا مش عايزين يدخلوهم كمان. ولما بيدخلوا النفق التاني بيخرجوا كلهم من الحمام وبيطلعوا فوق في المكان اللي بيتحط فيه الشنط وبيزحفوا عشان يعدوا الناحيه التانيه من غير ما الزومبي يحسوا بيهم. وبيلاقي سيوك شنطه قدامه فيحدفها عكس اتجاههم فيتحرك الزومبي على الصوت ويكون الطريق بقى فاضي عشان ينزلوا ويكملوا في طريقهم. وبيقع الراجل المتشرد وهو نازل من فوق فيرجع سيوك علشان يجيبه. ولما يروح له يكون النفق خلص والدنيا تنور تاني. وبيستخبى سيوك والراجل المتشرد بين الكراسي. ولما يجوا بيتحركوا تاني بسرعه بيدوس الراجل المتشرد على كنزايه فبتعمل صوت فبيجري عليهم الزومبي فيجروا بسرعه ويلحقوا يدخلوا العربيه. وبيحاول يون انه يقفل الباب وراهم بس بيكون الزومبي وصلوا. وناحيه الباب التاني بيكون سيوك ويونج بيحاولوا يفتحوا اخر باب عشان يوصلوا لباقي الناس اللي في عربيه رقم 15. وبيكون الناس الانانيه اللي موجودين في عربيه رقم 15 قافلين الباب ورابطين الباب بالهدوم علشان الباب ما يتفتحش. وبيكتموا صوت صاحبه يونج وبيكسروا موبايلها وبيفضل يونج يحاول يكسر الباب او يفتحه. وبيرجع سيوك علشان يساعد يون انه يقفل الباب وبيضرب الزومبي قبل ما يدخل العربيه اللي هم فيها. وبيتعض يون في ايديه وبيقدر يونج اخيرا انه يكسر الباب ويحاول الراجل الاناني انه يمنعهم هو وكذا حد من الركاب اللي في العربيه. ويقول يون لسيوك انه بدا يتعب ويقول له انه لازم ياخد مراته ويتحرك للناحيه الثانيه قبل ما يتحول لزومبي ويطلب منه انه يهتم بزوجته. وبيتحرك سيوك وياخد زوجة يون ويقدر الزومبي انهم يكسروا الباب ويحاول يون يصدهم علشان يبعدوا عن طريق باقي المجموعه. وفي اللحظه اللي بيبدا فيها يون في التحول يقدر سيوك ويونج والراجل المتشرد في فتح الباب. ويرجع سيوك علشان يدخل سوان وزوجة يون بس ما بيقدرش يلحق الست الكبيره اللي بتتعض قدام اختها فبيضطر سيوك انه يقفل الباب علشان ما يدخلش باقي الزومبي. ويضرب سيوك الراجل الاناني ويقول له انك كنت تقدر تنقذنا كلنا بس بانانيتك ناس ماتت. ويقول الراجل الاناني والمضيف انهم مش متاكدين ان المجموعه اللي جت دلوقتي سلام وما تعضوش. ويقول المضيف ليهم انكم صعب تقعدوا معانا ويطلب منهم التحرك للجزء الفاصل بين العربيات. ويبدا باقي الناس يصرخوا في وشهم بنفس الكلام علشان يخرجوا. ويتحرك سيوك واللي معاه للجزء الفاصل بين العربيات بس بتيجي معاهم صاحبه يونج. وبعد ما بيدخلوا بيقفلوا الناس الانيه الباب وراهم وبيربطوه بهدوم تاني علشان يبقى صعب انهم يفتحوه من الناحيه التانيه. وتفضل الست الكبيره اللي شافت اختها بتتعض قدامها قاعده لوحدها وهي حزينه وتفضل تبص على اختها اللي اتحولت لزومبي الناحيه التانيه. وتقرر انها تفتح الباب للزومبي علشان تنهي حياتها زي اختها وعلشان تنتقم من الناس الانيه اللي قفلوا الباب النجاه في وش اختها. وبيدخل الزومبي العربيه رقم 15 ويبداوا يعضوا كل الناس الانيه اللي كانوا فيها. وبيكون سيوك وسوان وزوجة يون ويونج وصديقته في امان. وبيتصل سواق القطر بمحطه المراقبه علشان يسالهم عن الوضع في مدينه بوسان بس محدش بيرد عليه. وبيتصل مساعد سيوك بيه ويقول له ان بوسان نجحت في الدفاع وانها امان. وقبل مدينه بوسان بيضطر سواق القطر انه يوقف القطر علشان في حادثه قطر قدامه والطريق مسدود. وبيتكلم في الميكروفون مع الركاب ويقول لهم ان الطريق مسدود وانهم لازم ينتظروا فريق الانقاذ او يحاولوا يشوفوا قطر تاني يروحوا بيه لمدينه بوسان. وبيكون الراجل الاناني والمضيف لسه عايشين ومستخبيين في الحمام. وبينزل سواق القطر عشان يشوف قطر تاني بس القطر بيكون فيه زومبي فينزل منه. وبيقول سيوك للناس اللي معاه ان بوسان امان ودي فرصتهم انهم ينزلوا ويتحركوا لهناك. وينزلوا من القطر كلهم ويتحركوا بين القطارات. وبيلاقي سواق القطر اخيرا قطر ما فيهوش زومبي ويتحرك بيه. وبيخدع الراجل الاناني المضيف ويقول له ان الطريق امان وبيطلب منه يخرج الاول. واول ما بيخرج بيزقه ناحيه الزومبي وبيهرب هو. وبيخرج الراجل الاناني من القطر وبيسيب الباب وراه مفتوح فبيخرج الزومبي بره القطر. وبيفضل سيوك والناس اللي معاه بيدوروا على طريق للخروج. وبيشوف السواق عربيه قياده قطر محروقه وماشيه باقصى سرعه ليها. وبيلاقي يونج وصديقته قطر امان ما فيهوش زومبي. وبيندوا على سيوك وباقي المجموعه علشان يحصلوهم بس بتيجي عربيه القطر المحروقه وبتخبط في القطر اللي شافه يونج فيتقلب جزء منه ويطلع بره مساره. وبيتدمر القطر المحروق تماما. وبيسد الطريق قدام يونج وصاحبته وبيكون القطر مايل وممكن يتقلب على جنبه. فيدخل يونج وصاحبته القطر علشان يفتحوا الباب اللي من الناحيه الثانيه علشان يخرجوا قبل ما يتقلب. ويفضل يونج يحاول يكسر الازاز علشان يفتح الباب. وبيجي الراجل الاناني وبيكون في زومبي بيجري وراه فبيحدف صديقه يونج ناحيه الزومبي اللي بيعضها في رجلها. وبيحاول يونج انه ينقذها بس ما يقدرش. ويقدر الراجل الاناني انه يكسر الازاز وينط من القطر. ويفضل يونج مع صديقته اللي بتتحول لزومبي وبتعضه. ولما بيخرج الراجل الاناني بيشوف عربيه القطر اللي فيها السواق بس الزومبي بيشوفوه. وبيكون سيوك وسوان وباقي المجموعه
مجموعه مزنوقين بين القطرين، وبيكون خلاص القطر هيقع عليهم، والزومبي بيكون في قطر وشايفينهم وعمالين يخبطوا على الازاز علشان يهجموا عليهم. ويجري الراجل الاناني ناحيه القطر، والزومبي بيكون وراه بس بيقع، وبيشوف السواق وبينزل علشان يساعده، بس بيهجم عليه الزومبي وبيتعض السواق. ويجري الراجل الاناني ناحيه القطر، وبيلاقي سيوك فتحه صغيره ويخرج منها، واول ما يخرج بيمد ايده عشان يطلع سوان بنته وباقي المجموعه، بس القطر بيتهز فتقع حته حديد ضخمه من القطر وتسد الفتحه اللي خرج منها، وبتفضل باقي المجموعه محبوسه جوه. ويحاول سيوك يفتح الفتحه تاني بس ما بيعرفش، وبيتكسر الازاز ويبدا الزومبي يهجم على سوان وزوجة يون والراجل المتشرد. وبيحاول الراجل المتشرد انه يصد الزومبي لوحده، ويقدر سيوك اخيرا انه يفتح الفتحه مره تانيه، وبتخرج سوان والست الحامل زوجة يون. ويفضل الراجل المتشرد في صد هجوم الزومبي علشان باقي المجموعه تكون في امان، وبيتكسر باقي الازاز وبيقع القطر على الراجل المتشرد والزومبي اللي بيهاجموه. وبيجري سيوك وسوان وسونج زوجة يون علشان يوصلوا للقطر، وبيكون وراهم جيش من الزومبي. ويوصل سيوك وسوان وسونج للقطر اخيرا، بس بيوصل الزومبي وبيفضلوا ماسكين بايديهم في القطر وهو ماشي، وبيكون عددهم بيزيد جدا فسرعه القطر بتقل. وبيقف سيوك على السلم وبيحاول يضرب الزومبي برجله علشان يبعده عن القطر، وينجح فعلا في ده. وبيدخل سيوك غرفه القياده، وبيكون اللي سايق القطر الراجل الاناني، وبتكون عينه شكلها غريب، فيقفل سيوك الباب، بس بيطلع الراجل الاناني منه وبيهجم على سيوك، ويحاول سيوك يبعده عنه او يوقعه من القطر بس ما بيعرفش. وبيهجم الراجل الاناني على الست الحامل، فيقوم سيوك علشان يحميها بس بيتعض، وبينجح انه يرمي الراجل الاناني من فوق القطر، وبيشوف انه اتعض جامد، فبيدخل سوان وسونج لغرفه القياده، ويوري سونج مكان الفرامل، ويقول لها لما يوصلوا المكان امان تدوس عليها. وبيودع بنته، وبيفضلوا يعيطوا هما الاثنين، وبيخرج من القطر، وبتفضل سوان تصرخ، وبيكون خلاص بيتحول لزومبي وبيرمي نفسه من فوق القطر. ويكمل القطر في طريق البوسان، والطريق بيكون خلاص بيخلص ومسدود، فتوقف سونج القطر وتنزل منه هي وسوان. وبتكون سونج مش قادره تمشي وخلاص هتولد، بس بيكملوا مشي وبيدخلوا النفق، وبيشوفهم عساكر الجيش وهم في النفق، وما بيكونش العساكر عارفين اذا كانوا مصابين بالعدوى ولا لا، فتقول لهم القياده يقتلوهم، وبيبدا العساكر للاسف في تنفيذ الامر. وبتكون سوان بتغني الاغنيه اللي غنتها في المدرسه وهي بتعيط، فيسمعوا العساكر صوتها ويعرفوا انهم مش مصابين بالعدوى، وبيبلغوا القياده فيوقفوا الامر. وبيتحرك عساكر عشان ينقذوهم ويطلعوهم من النفق. بيبدا الفيلم في كوريا بعد ما الزومبي انتشروا في كل مكان، وبنشوف ضابط جيش اسمه سيوك راكب عربيته مع اخته وعيلتها عشان يوصلهم للسفينه اللي رايحه لليابان. المهم وهم في الطريق بيقابلوا راجل وبيترجاهم ياخدوا عيلته معاهم، لكن سيوك بيلاحظ اثار عضة زومبي على رقبته فبيرفض يركبهم وبيكمل طريقه. في الوقت ده بتتكلم كل وسائل الاعلام عن كارثه الزومبي، فيشرح واحد من العلماء ان فيروس مجهول هو السبب في ظهور الزومبي، وان الحكومه الكوريه للاسف ما قدرتش تسيطر على الوضع، وكانوا فاكرين ان مدينه بوسان لسه امنه وما فيهاش زومبي، وعشان كده طلبوا من الشعب كله يتجه لبوسان، لكنهم اتفاجئوا ان الزومبي دخل مدينه بوسان هي كمان، فانتشر الزومبي في كل كوريا، وبالتالي خرج الوضع عن السيطره. في الوقت ده بتبدا الحكومه الكوريه اخلاء المدينه بالكامل، وبيتم نقل الناس على سفينه رايحه لليابان عشان يعيشوا هناك في امان بعيد عن الزومبي، وبيكون من ضمن الركاب سيوك وعيلته. واول ما السفينه بتتحرك بيروح واحد من العساكر يتكلم مع سيوك، وبيعرفه ان قبطان السفينه غير مسار الرحله لهونج كونج، فبيستغرب سيوك جدا وبيسيب اخته وابنها ويمشي عشان يسال القاده ليه مش رايحين اليابان. في الوقت ده بيلعب ابن اخته بكره صغيره فتجري منه، ولما بيروح يجيبها بيلاحظ ان الراجل اللي قدامه بيتصرف بطريقه غريبه وبيتحول لزومبي، ويبدا الزومبي يهاجم الركاب وبيحصل فوضى في قاعه الركاب. في الوقت ده بيكون سيوك واقف مع القاده وبيتكلم معاهم، بس بيجي عسكري ويقول انه في زومبي في قاعه الركاب. ساعتها بيجري سيوك بسرعه عشان ينقذ اخته وابنها، وفي الطريق بيهجم عليهم واحد اتحول لزومبي وبيحاول يعضه، لكن سيوك بيضربه بالنار وبيقتله. وبعدها بيدخل يشوف الركاب وبيتفاجئ ان كلهم اتحولوا لزومبي ما عدا اخته اللي بتكون منهاره على ابنها، فيحاول سيوك يقنعها تسيب ابنها وتخرج معاه، لكنها بترفض تماما انها تتخلى عن ابنها. في الوقت ده بيبدا الزومبي اللي في القاعه في مهاجمه سيوك فيضرب عليهم النار، وساعتها بيضطر سيوك يخرج ويسيب اخته ويقفل عليها وعلى الزومبي الباب، وبيفضل يبص عليها والزومبي بيقرب منها وهو مش قادر يعمل اي حاجه، وكمان بيمنع جوز اخته انه يدخل عندها عشان ما يتعضش هو كمان. ومن وقتها منعت كل الدول دخول الكوريين لارضها، وبقت كوريا معزولة عن العالم كله بسبب وباء الزومبي المنتشر فيها. وبعد 4 سنين بنشوف سيوك وجوز اخته وهم عايشين في هونج كونج، وفي يوم بيقابلوا رئيس عصابه وبيعرض عليهم انهم يروحوا كوريا ويجيبوا له عربيه فيها 20 مليون دولار، وفي المقابل هيدي كل واحد منهم 2.5 مليون دولار عشان يبداوا يعيشوا حياه كويسه. لكن سيوك بيرفض في البدايه لان كوريا كلها مليانه زومبي، وطبعا الدخول والخروج منها شبه مستحيل، لكن رئيس العصابه بيقنعهم وبيقول ان للزومبي نقطه ضعف، وهي انهم مش بيشوفوا كويس بالليل، وده معناه ان عندهم فرصه يسرقوا العربيه ويتحركوا بيها بالليل.
بالليل. فيتردد سيوك في البداية، لكن جوز أخته بيقنعه إنهم ينفذوا المهمة عشان يغيروا حياتهم بدل ما يفضلوا مشردين في هونج كونج. فيوافق سيوك في النهاية، فبيركبوا سفينة مع العصابة عشان توصلهم لكوريا، وهناك بيقول لهم واحد من أفراد العصابة إنه هيوصلهم لحد المينا وهيستناهم 3 أيام بس، وخلال ال3 أيام لازم يجيبوا عربية الفلوس للمينا ويحملوها على السفينة، ولو ما رجعوش خلال المدة دي السفينة هتسيبهم وتمشي. وبعدها بيديهم جهاز لاسلكي عشان يفضلوا على تواصل معاهم، وبعدها بيركبوا قرب مطاطي صغير وبيكون معاهم 2 من العصابة عشان يساعدوهم، وبيفضلوا ماشيين لحد ما يدخلوا المدينة اللي بتكون مهجورة تماما. فيقترح واحد من العصابة يركبوا عربية من العربيات الموجودة، وفعلا بيركبوا عربية ويبدأوا يدوروا على عربية النقل اللي فيها ال20 مليون دولار. وبعد بحث طويل بيوصلوا ليها وبيلاقوا الفلوس فعلا متخزنة جوه شنط في العربية. فبيقرروا ياخدوا العربية ويرجعوا للمينا، لكنهم بيلاقوا زومبي قاعد على كرسي السواق فيفتكروه ميت. فيحاول جوز اخت سيوك يحركه من مكانه عشان ياخدوا العربية، لكن الشخص ده بيكون عايش فيمسك جوز اخت سيوك عشان يعضه. فيحاول يهرب، لكن بالغلط ايده بتخبط في كلاكس العربية اللي بيكون صوته عالي جدا، فيضرب سيوك الزومبي بالنار. بس بسبب صوت الكلاكس بينجذب كل الزومبي اللي حواليهم للمكان اللي هم فيه، فيبدأ سيوك يضرب النار عليهم، لكن عددهم بيكون كتير جدا. فبيركبوا عربية الفلوس وبيتحركوا بسرعة، وبيلحقهم سيوك في آخر ثانية ويركب معاهم. وفي الطريق بيكونوا فرحانين جدا وفاكرين انهم نجحوا في المهمة وقدروا ياخدوا الفلوس ويهربوا من الزومبي كمان، لكنهم بيتفاجئوا بأشخاص مجهولين بيرموا ألعاب نارية قدام العربيات. فيجروا وراهم ويهاجموهم فيخبطوا الزومبي بعربياتهم، بس بيفقدوا السيطرة على العربيات فيعملوا حادثة. فيقع سيوك من العربية ويهاجم الزومبي جوز أخت سيوك، فيمسك سيوك سلاحه ويضرب النار على الزومبي ويحاول يدافع عن نفسه. في الوقت ده بيفلت جوز أخت سيوك من الزومبي ويركب عربية الفلوس ويقفل على نفسه، وفي نفس اللحظة بيخلص الرصاص من سيوك فيهجم على الزومبي، وبيكون واحد من الزومبي بيقرب منه. بس في الوقت المناسب بتظهر بنت اسمها جون وتخبط الزومبي بعربيتها، وبتخلي جون سيوك يركب معاها وتهرب بسرعة من المكان، وتفضل تخبط في كل الزومبي اللي بيجوا في طريقها. وبعدها بتوصل جون لنفق، لكنهم بيكتشفوا ان نهاية النفق في أعداد كبيرة من الزومبي. فتفكر أخت جون الصغيرة في حيلة ذكية وتشغل عربية لعبة بالريموت كنترول وتبعتها ناحية الزومبي. فيجري الزومبي ورا العربية اللعبة، فيفضل الطريق قدام عربية جون، فتستغل جون الفرصة وتهرب بالعربية. وبتكتشف جون وقتها ان سيوك فقد وعيه تماما، وفي نفس الوقت بيكون الزومبي متجمعين حوالين عربية الفلوس اللي مستخبي فيها جوز اخت سيوك. بس في الوقت ده بتظهر عربية مشغلة موسيقى عالية ومنورة كل انوارها، فيتحرك الزومبي ناحيتها ويجروا وراها. وفي نفس اللحظة بتتحرك عصابة اسمها الوحدة 631 لعربية الفلوس، فيلاقوا واحد من اللي كانوا مع سيوك وبيكون متصاب من حادثة العربية. بس زعيم العصابة ما بيرضاش يساعده وبيضربه وبيقتله بدم بارد. وبعدها بياخدوا عربية الفلوس وجواها جوز اخت سيوك وهم فاكرين اللي جواها اكل. في الوقت ده بيفوق سيوك فيلاقي نفسه في مخبأ، وبيكون قدامه جد جون اللي بيزعق للبنات لانهم جابوا سيوك للمخبأ بتاعهم. وبعدها بتدخل والدة جون اللي اسمها مين يونج وبتزعق للبنات عشان خرجوا مرة تانية وسط الزومبي، وبتسأل سيوك اذا كان من عصابة الوحدة 631، فيقول لها انه جاي من هونج كونج وما يعرفش حاجة عنهم. وفي نفس الوقت العصابة بتوصل للمقر بتاعهم وبيفتحوا عربية الفلوس وبيتفاجئوا ان جواها جوز اخت سيوك، فبيقبضوا عليه وبيحطوه في السجن. وبعد كده بتتكلم مين يونج مع سيوك، فساعتها بتشرح له ان افراد الوحدة 631 كانوا اصلا من الجيش الكوري، لكن بعد انهيار البلد بسبب الزومبي اتحولوا لعصابة وبقوا يقتلوا اي حد يقف في طريقهم. وساعتها بيفهم سيوك ان الاشخاص اللي كانوا بيرموا الالعاب النارية هم افراد العصابة دي، وكانوا بيستخدموا الزومبي عشان يخلصوا عليهم. وفي الوقت ده بيروح واحد من العصابة اسمه سو يشوف عربية الفلوس وبيلاقي فيها الفلوس وجهاز اللاسلكي، فلما يفتحه بيرد عليه واحد من طاقم السفينة اللي سيوك جه عليها، وبيفهم منه ان السفينة مستنية في المينا، وكمان بيتفق معاه انه يسلموا عربية الفلوس مقابل انه ياخدوا لهونج كونج. وبالليل العصابة بتدخل جوز اخت سيوك ومعاه مجموعة سجنة في قفص كبير مليان زومبي، وبيشغلوا عد تنازلي عشان يتسلوا وهم بيتفرجوا على الزومبي بيهاجموهم. واول ما الوقت بيخلص بيرجعوهم للمكان اللي كانوا فيه، ولحسن الحظ بيكون جوز اخت سيوك من ضمن الناجين. في الوقت ده بيعرف سيوك من يونج كل حاجة عن عربية الفلوس، ويقول لها انهم لو اخدوا العربية ووصلوا المينا هيقدروا يسافروا لهونج كونج. وبعدها بتديله سلاح وبيقرروا يسرقوا العربية من العصابة لان ده الامل الوحيد لعيلتها عشان يخرجوا من كوريا. وبالليل بتاخد من يونج سيوك وعيلتها ويركبوا العربية ويتجهوا ناحية مقر العصابة. واول ما بيوصلوا بينزل سيوك ومن يونج ويدوروا على عربية الفلوس، وبيوصلوا لها بسرعة، وسيوك بيطمن لما بيلاقي الفلوس لسه جوه العربية، لكنهم بيتفاجئوا ان جهاز اللاسلكي مكسور. وفجأة بيظهر واحد من افراد الوحدة 631 وبيشوفهم، فتهددوا من يونج بسلاحها، لكنه بيطلب منها
انها تاخده معاهم لهونج كونج. فتستغرب جدا وتسأله عرف الكلام ده ازاي، فيقول لها ان سو صاحبه لقى اللاسلكي قبل كده وكلم الناس الموجودة على السفينة واتفق معاهم على تسليم عربية الفلوس في الميناء مقابل انه ياخدهم معاه لهونج كونج. وبيعرف سيوك منه كمان ان الوحدة 631 قبضت على جوز اخته وحبسوه في قفص مع الزومبي، فيجري سيوك عشان ينقذه. في الوقت ده بيوصل سو فتهدده من يونج انها هتقتل صاحبه لو ما سلمش اللاسلكي السليم اللي معاه، لكنه بيضرب عليها نار وبيحاول يهرب فتخبطه من يونج بالعربية. وفي نفس اللحظة بيدخل سيوك القفص اللي فيه الزومبي وبيضرب عليهم النار وبيقدر ينقذ جوز اخته في اخر لحظة. وبعدها بيفجر قنبلة دخان عشان يقدروا يهربوا من الزومبي ومن الوحدة 631. وبيقدروا فعلا انهم يخرجوا من المكان، بس بيكون الزومبي والوحدة 631 وراهم. بس فجأة بيضرب قائد الوحدة جوز اخت سيوك بالنار ويقتله، فيتصدم سيوك جدا وبيبدأ يهاجم افراد الوحدة 631 ويقضي على عدد كبير منهم. وبيكون القائد بتاعهم مستخبي ومنتظر اللحظة المناسبة عشان يقضي على سيوك، لكن في الوقت المناسب بتوصل مين يونج بالعربية فيركب سيوك معاها ويهربوا من الوحدة 631 ومن الزومبي اللي انتشروا في المكان كله. واثناء الهرب بيهاجمهم الزومبي وبيكون عددهم كتير جدا، فتخبطهم مين يونج بالعربية بس ما بتقدرش انها تعدي منهم، فتضرب مين يونج وسيوك النار على الزومبي اللي بيكونوا مش بيخلصوا حرفيا. بس في الوقت المناسب بتظهر جون بالعربية وتضغط على الكلاكس وتنور نور العربية فتجذب الزومبي ناحيتها، فتدي فرصة لأمها ولسيوك في النجاة. وبعدها بيشغل الجد ألعاب نارية وبيرميها من الشباك ناحية طريق فاضي، فيجري الزومبي اتجاه صوت الألعاب النارية فيبعدوا عن العربية أخيرا. وبتقدر مين يونج وسيوك في الوصول ليهم وبيتحركوا كلهم ناحية المينا، لكن فجأة أفراد الوحدة 631 بيظهروا من جديد وبيبدأوا يطاردوهم، فتنجح مين يونج وبنتها في التخلص من العربية بتطاردهم. فيتعصب قائد الوحدة ويؤمر رجالته يضربوا عليهم النار ويقتلوهم، بس بتقدر مين يونج تفلت من كل محاولاتهم. فيؤمر قائد الوحدة 631 رجالته انهم يشغلوا كشافات العربية ناحيتهم عشان يجذب انتباه الزومبي ليهم، فيجري عدد كبير من الزومبي ناحية سيوك ومين يونج. بس بتقدر جون ومين يونج انهم يقلبوا عدد كبير من عربيات الوحدة، وفي الطريق بيعدوا جنب مبنى محبوس جواه زومبي فيضرب سيوك النار على الازاز وبيكسره، فيخرج الزومبي ويحاوط عربية قائد الوحدة من كل ناحية ويفترسوا كلهم. وبعدها بيوصل سيوك واللي معاه للمينا وبيكونوا فرحانين جدا لانهم اخيرا هيهربوا من كوريا، لكن فجأة بتظهر عربية وبتخبط العربية اللي فيها عيلة مين يونج وبيطلع منها سو وبيخطف جون وبيأمر مين يونج وسيوك انهم يرموا السلاح، فبيضطروا انهم ينفذوا كلامه. في اللحظة دي بتفكر يوجين اخت جون في خطة ذكية، فتشغل العربية اللعبة وتحركها ناحية سو فيتشتت سو وتستغل جون الفرصة وتهرب، لكن سو بيضرب عليها نار فتيجي الرصاصة في جدها. وبعدها بيضرب سو طلقة تانية في رجل مين يونج وبياخد سو بعد عربية الفلوس ويركب السفينة عشان يهرب معاهم لهونج كونج، لكن افراد السفينة بيغدروا بيه وبيضربوا عليه نار فيموت جوه العربية. بس بتتحرك عربية الفلوس وترجع لورا، وفي الوقت ده بيوصل الزومبي للسفينة ويهجموا على كل الموجودين فيها ويعضوهم. في الوقت ده بيشوف سيوك اللي بيحصل من بعيد ويحس باليأس وانهم هيفضلوا طول عمرهم وسط الزومبي، بس الامل بيتجدد مرة تانية لما تظهر في السماء طيارة انقاذ جاية ليهم، فتطلب من يونج من سيوك ياخد بناتها ويروحوا ناحية طيارة الانقاذ بسرعة، فيجري هو والبنات وسط الزومبي. وبعدها بتجري من يونج بسرعة وتركب عربية وتفضل تزمر بصوت عالي عشان تجذب الزومبي ناحيتها وبالتالي تبعدهم عن بناتها. ولما سيوك وبناتها بيوصلوا لطيارة الانقاذ بيشوف سيوك الزومبي متجمعين حوالين عربية مين يونج، فساعتها بيتشجع ويروح يضرب نار على الزومبي عشان ينقذها، وبتضرب مين يونج النار على الزومبي فتنزل مين يونج من العربية بسرعة وتفضل تجري ناحية الطيارة لحد ما توصل اخيرا. وفي النهاية بيقدروا يهربوا من المكان بعد معاناة كبيرة جدا ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.